صباح الخير عليكم مشاهدي قناة فوت برو AR. بشكل رسمي المنتخب المغربي لن يشارك في كأس إفريقيا للمحليين. أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الخميس يتعذر سفر المنتخب المغربي إلى الجزائر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين في الموعد المحدد. وقال الاتحاد المغربي في بيان نشر على موقعه الرسمي: بعثة المنتخب المغربي لم تحصل على الترخيص لرحلتها من مطار سلان عبر الخطوط الملكية المغربية من الاتحاد الأفريقي. وجاء في البيان: يتعذر على المنتخب الوطني السفر إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في النسخة السابعة من بطولة أفريقيا للاعبين المحليين التي استجرى أطوارها بالجزائر في الفترة الممتدة ما بين 13 من يناير و4 من فبراير 2023 للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين، وذلك لعدم الترخيص لرحلته انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة بطائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية المغربية. وأضاف البيان: كان المكتب الإداري للاتحاد المغربي لكرة القدم قد أكد خلال الاجتماع الذي عقده يوم 27 من ديسمبر 2022 على ضرورة سفر المنتخب المغربي إلى الجزائر على متن الخطوط الملكية المغربية. وأوضح: كان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد تقدم بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باعتباره الجهاز المسؤول عن تنظيم بطولة أفريقيا للاعبين المحليين من أجل الحصول على ترخيص لرحلة جوية عبر الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة، وتم قبول الطلب من حيث المبدأ. وأضاف البيان: من خلال مراسلة رسمية توصلت بها الجامعة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على هذا الأساس، اتخذت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الإجراءات التالية: 1. إشعار الكاف بمسار الرحلة المغربية والإحداثيات من أجل الحصول على الترخيص النهائي لرحلة الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة. 2. واصلت الجامعة تحضيراتها من أجل مشاركة المنتخب الوطني في هذه المنافسة القارية، حيث برمجت تجمعا إعداديا للمنتخب المغربي بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في الفترة ما بين 6 و10 من يناير 2023 تخللته مباراتان وديتان أمام منتخب إثيوبيا. واختتم البيان بالقول: بينما كان المنتخب المغربي يستعد للتوجه إلى مدينة قسنطينة يوم 10 من يناير 2023 للمشاركة في هذه البطولة القارية التي ستنطلق في 13 من يناير الجاري، لم تتوصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للأسف بالترخيص النهائي لحدود تحرير هذا البلاغ من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للتوجه إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية. من جانبها، قالت صحيفة المنتخب المغربية أن الاتحاد المغربي لكرة القدم طلب من لاعبي المنتخب الذي كان سيشارك في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين مغادرة المعسكر التدريبي المقام على ملعب مركب محمد السادس، وطلب من اللاعبين ألا يغلقوا هواتفهم تحسبا لأي طارئ. وحسب الصحيفة، جاء ذلك القرار بسبب ما وصفه مماطلة اللجنة المنظمة لبطولة الشان بالجزائر في الرد على شرط الجامعة بالسماح لطائرة الخطوط الملكية المغربية بنقل الفريق الوطني باشرة من مطار الرباط في رحلة مباشرة نحو مدينة قسنطينة الجزائرية. كشفت تقارير إعلامية أنه في حال لم تستجب الجزائر لشرط المغرب بالسماح لطائرة المنتخب الوطني بالسفر مباشرة من مطار الرباط سلا مدينة قسنطينة الجزائرية، ستتعرض الجارة الشرقية ل4 عقوبات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وأوضحت صحيفة الأحداث المغربية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيقوم بتغريم الاتحاد الجزائري 400 ألف دولار لرفضها الاستجابة لشروط الاتحاد المغربي لكرة القدم القاضية بالسماح للمنتخب المغربي بالسفر مباشرة إلى قسنطينة للمشاركة بكأس إفريقيا للمحليين، إلى جانب حرمانها من الترشح لاستضافة أي مسابقة ينظمها الاتحاد الإفريقي ل5 سنوات قادمة،
وعدم السماح للأندية المحلية بالمشاركة بدوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف لسنتين متتالتين، مع تعهد بعدم تكرار تدخل السياسة في الرياضة،